الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض اللهم عن صحابته الذين آذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. على فرض صحة الرواية، لنفترض أنها صحيحة، ما بدي أفوت في تضعيفها لأن هي ضعيفة ومقطوعة السند، لكن على فرض صحة الرواية. لحظة، شنو سبب الضعف؟ إن عمر، اسمع، الرواية لم تقل إن عمر سيحرق البيت على فاطمة رضي الله عنها نفسها، بل قال عليهم هم. هذا أولا. مين هم؟ اعطيني مجال بس، خليني أكمل الصورة عشان تتوضح الصورة أمامكم. على فرض صحة الرواية، فالرواية لم تقل إن عمر سيحرق البيت على فاطمة رضي الله عنها نفسها، بل قال عليهم هم. الرواية تنسب إلى فاطمة عليها السلام إنها قالت لعلي والزبير، يعني فاطمة الزهراء ليس لها في هذا التهديد لا ناقة ولا جمل، هي مجرد رسول. أوصلت كلام عمر بن الخطاب لعلي والزبير وقالت لهم: قد حلف عمر بالله إن عدتم ليحرقن عليكم البيت. فما علاقة هذا الكلام بفاطمة؟ هذا أولا. ثانيا، ألا يحق لوالي الخليفة بتهديد رعيته؟ يعني أبا بكر سلب الخلافة من علي، لنفرض مثلا أخذها غصبا من علي، ألا يحق لولي الخليفة أن يهدد رعيته؟ أما قرأت كلام رسول الله عندما قال: من شق عسى المسلمين فهو مفتن كافر ووجب قتله؟ عمر لم يقتل علي، بل أنذره، وعلي أخذ بكلام عمر وأبا بكر وذهب هو والزبير وبايعوا. إذا قلتم هذه الرواية أنتم واعترفتم بها بأنها صحيحة، فإن علي سمع كلام فاطمة وأخذ طريق النجاة والرشاد، وقالت لهم: انصرفوا راشدين، وأيم الله إن الرشاد في مبايعتهم لأبي بكر، وبايع علي لأبي بكر. طيب تفضل سماحة الشيخ، رد علي. جميل جدا أن نحصر النقاش في هذه الرواية، وكلام الأخ جدا جيد وإشكالاته كلها جميلة ومتزنة، فأشكره على البقاء في الموضوع وأشكره على طرح هذه الإشكالات حول الرواية. ولكن أنا مستعد أن أجيبك على كل هذه التفاصيل، لكن إذا تفضلت بعد أن تجيبني على السؤال الذي أنا طرحته، وهو: هل هذا التغيير الموجود في كتاب فضائل الصحابة، والموجود في كتاب الاستيعاب، والموجود في كتاب تاريخ بغداد، والموجود في كتاب المستدرك على الصحيحين، هذه خيانة علمية أم لا؟ إذا كنت ترفض الإجابة لك الحق في ذلك. سؤال جميل جدا. أولا، نحن أهل السنة والجماعة، والإمام الذهبي والنووي وكثير من علمائنا ومن بينهم الألباني قالوا واعترفوا في جملة عريضة صريحة، ابحث عنها أنت والحاج وعد وأحمد الإمامي والسيد ميثم الموسوي، ابحثوا عنها، والأدلة موجودة على الإنترنت الآن، ابحث. الحاكم النيسابوري كان متهاونا جدا في نقل الأحاديث الشاذة. شوف، كان متهاونا في نقل الأحاديث الشاذة، حتى ولو كان من الرواة رجل أو رجلان ثقة ممن نقل عنهم الإمام أحمد البخاري. عزيزي، أنا ليس إشكالي الآن حول الحديث صحيح أو ضعيف، ليس كلامي حول قوة الحديث ودرجته، كلامي نفس الحديث بنفس السند، ابن أبي شيبة نقله بصورة، أحمد بن حنبل نقله بصورة، الخطيب البغدادي نقله بصورة، الحاكم نقله بصورة. هل هذه خيانة علمية أو شيء آخر؟ أنا
شخصيا فسرتها أنه تحريف وتلاعب بالحديث. هل عندك تفسير لهذه الظاهرة؟ تفضل. أنا تفسيري لهذا نقل الرواية من كتاب لكتاب أحيانا يكون فيه تحريف منطقي، فما بالك برواية تنقل من كذا شخص، ولكن أنتم أخذتم ما يناسبكم في الرواية، تركتم الرواية في مصنف ابن أبي شيبة وتركتم رواية أحمد وأخذتم الرواية التي فيها حرق لكي تلزموننا فيها. أحمد الرواية التي في نقلها أحمد بن حنبل لا يوجد فيها حرق. جميل جدا. أحمد بن حنبل قال فكلمها، ماذا قال لها؟ هذه زيادة وضعت من الحاكم النيسابوري. يعني الحاكم هو الذي أضاف قضية التهديد بالحرق، صحيح؟ نعم أنا أعتبرها هكذا. قال أحد من علمائك بهذا الشيء؟ قرأتها في كتاب؟ الحافظ ابن رجب الحنبلي رجح إن هذه الزيادة من الحاكم النيسابوري، شرحها وعلل الترمذي إن في هذا قرانا الحافظ بن رجب، قرانا كلام الحافظ بن رجب، تفضل. الحافظ ابن رجب الحنبلي ذكر في شرح علل الترمذي. لحظة، علل الترمذي، خلينا نفتح وياك علل الترمذي. نعم. أي. نعم. شرح في شرح علل الترمذي. اقرأها بالنص. هذه الرواية اقرأها بالنص. محمد بن بشر العبدي كوفي، وهذا يؤكد أن هناك زيادة في هذا الحديث. أوقف لحظة. أنت قلت أن ابن رجب قال أن أبو عبد الله الحاكم هو الذي زاد الإحراق. الآن أريدك تقرأ لنا هاي الجملة. الآن أنا فتحت شرح علل الترمذي، لا تسوي لي راح كوفي وموفي وما أدري شنو وتخرج من الموضوع. ابقى بالموضوع. يعني احنا لحقناك للكتاب، نروح لك للكتاب وتروح لنا للكوفة. تفضل أخونا اقرأ من الكتاب. طيب. حجي اكو امر اخر هو قال هذه الاختلاف القضيه عن اذنكم. استاذ تسمعونني؟ اي نسمعك. انا ساكون محامي لابي سلطان، شيخنا ابا سلطان. نعم. تحرج نفسك، انت في موقف محرج جدا وانا لا ارضاه لك. لا والله ليس في لحظه اسمعني. انا انقذك. اسمعني انا انقذك. سيوقعونك في فخ. انا اوقعتك في فخ وهم استلموك عزيزي. لا دين ابا سلطان اسمعني. تقية دين 3/4 تقية، لا يوقع سني دينه موصول بسند صحيح من الرسول. أنتم جميل. لا يوجد فيه حديث متصل من رسول الله صحيح. أحسن. إذا عزيزي أبو سلطان أعتذر عن هذه الكلمة، لكنك إما أنك كاذب أو مختلط. لماذا؟ لأن أصلا الحاكم النيسابوري لم يذكر قضية التهديد ولم يذكر قضية الحرق أصلا. نسبت الزيادة للحاكم والحاكم أصلا لم يذكرها. فالمفروض أن نضيفك للقائمة، قائمة المحرفين الذين ذكرناهم في هذه الليلة، ولا أراك إلا نموذجا منهم تطبق ما سطروه. نسبت الزيادة للحاكم والحاكم أصلا لم يذكر الحرق. فهنيئا لك وأتركك مع الحج وعد. والله لما قال النبي لا يسلم منهم إلا مثل همل النعم كلهم هكذا. الله وكيلك تلقاني. عندي سؤال. هو الرجل قال
أن هذه الاختلافات، طبعا أحسن الشيخ أحمد، نعم لم يذكر الحاكم النيسابوري، إنما نقل شيئا بسيطا. هذه الاختلافات الرجل قال هذه والله شيخنا قريبا للتشيع والشيعة. شيخنا طي يا عزيزي الحاكم لم يذكر الزيادة أصلا. أحسنت. لم يذكرها أصلا. أحسنت. الحاكم لم يذكر الزيادة. أنت إما تكذب أو واهم عزيزي أو اختلط عليك الأمر. أحسنت. الحاكم لم يذكر، اكتبها لا أستاذ وعد أو اخرج دويات الحاكم. طيب الرجل قال أن الاختلاف في الألفاظ بسبب ابتعاد العلماء يعني في الوقت. صح أستاذ سلطان قلت هذا الكلام؟ يعني أنه لأن أكثر من عالم وهناك اختلاف في الوقت نفسه، صحيح؟ نعم. أنا الزيادة هناك حتى ثواني، أنا قاعد أبحث. لا أنا هذا كلامك اللي أنت قلته، قلت أن هذا الاختلاف في المتون سببه العلماء هناك متقدم متأخر وهكذا، صحيح؟ اي صحيح. جميل جدا. حجي هذا أمام الجميع وأمامكم، هذا كتاب المذكر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم، وهو تلميذ ابن أبي شيبة، متوفى سنة كم؟ 287. ذكر هذه الرواية عن شيخه ابن أبي شيبة. انتبهوا وياي، هاي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أستاذه، نفس الكلام، ما كان أحد أحب إليك كذا، إلى أن يصل هذه هنا. ماذا قال؟ قال إن هؤلاء النفر يجتمعون عندك وأيم الله لأن بلغني لأحرقن عليهم البيت. جميل. إذن هذا ابن أبي عاصم ذكر هذا الكلام كاملا عن شيخه. هو قال بسبب اختلاف الرجال وابتعاد المدة اختلفت النصوص. نفس هذا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، نفس هذا ابن أبي عاصم أحبتي الأفاضل دلس وبتر وكذب في الآحاد والمثاني الجزء الخامس حديث رقم 2952 في صفحة 360. لحظة، شو وقت مولود هذا صاحب؟ نفس ابن أبي عاصم هذا مولاي الحبيب متوفى 287. زين أدري أبو باقر، يعني على قولتنا بالعراقي احنا والله ما أدري إخواني شلون نفكر. زين هذا قبل الحاكم وموجودة لأحرقن، والحاكم تقريبا من أعلام القرن الخامس لين 390 تقريبا هكذا. زين هذا قبله ب100 وما أعرف سنة، شلون الحاكم هو اللي وضعها؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ يعني موجودة قبل أن ينولد الحاكم، قبل أن يجي للدنيا، يعني كان يرضع من 100 والحادثة موجودة، وتقول لي الحاكم هو اللي طلعها؟ مولاي ابن أبي عاصم متولد 206 متوفى 287، هو تلميذ ابن أبي شيبة. طيب هذا الرجل عنده كتاب آخر هو أورد ذكر هذا الكلام أن عمر حرق هدد. هذا الرجل في الآحاد والمثاني في الجزء الخامس صفحة 360 حديث رقم 2009 أثر رقم 2952. اسمعوا ماذا فعل. قال حدثني نفس الإسناد. أنا راح أقرأ الإسناد من هنا حتى تشوفون تتأكدون. تفضل، أنا سأقرأ الإسناد من هذه الصفحة. شو يقول؟ حدثني أبي بكر بن أبي شيبة محمد بن بشير عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر، نفس الإسناد. شنو المتن؟ أن عمر قال لفاطمة رضي الله عنهما والله ما كان أحد أحب إلي من أبيك ولا أحد أحب إليك بعد أبيك منك، والسلام عليكم. خلاص. أحسنت أبو باقر، أحسنت. طيب هذا نفس لا حج، هذا الأمر الأول. إذا ردا عليه. الأمر الثاني، من أول من ذكر قضية
رواية الكوفيين، هذا التي هو يقولها. وهل هؤلاء يعني الذي ذكرها هذا الرجل لهم روايات في المسانيد والصحاح أو لا؟ يتفضل يجاوب. طيب حاج وعد لا لحظة شيخنا، يا شيخنا تبقى دور، انت تبقى اعطيني مجال. لا 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 أنا الجواب موجود، صحيح الجواب موجود. طيب ما بدنا نوقف عند هاي النقطة. لا لا لا, لا احنا بدنا والله بدنا طيب تطلع لنا من ابن رجب. انا بدي ثواني عشان انا نقطة لك. طيب اقر واعترف باني انا نقطة لك، هذه تحسب لك. طيب اعطيني مجال. يلا نقطة لك. يلا نقطة لك. الان دوري. الان انا بدي افوت تقول. اسمع الحين هذا شنو؟ احنا برشلونة وريال مدريد يا شيخنا الحبيب. اسمع يا شيخنا هذا دين شنو تسوي جول نقطة لك يا شيخنا؟ مو هذا دين يا أهل السنة. بالله عليكم احنا بدين. أنا تقول علي وأقول عليك، وحدة لك وحدة لي، وأجيك وتجيني، وأروح لك وتروح لي. خلينا نجيب الزبدة. يا بزبد تفضل، روح جيب الزبدة يلا. الزبدة هنا تكمن عشان ما نظل في سجال. هل تعترف بأن هذه الرواية صحيحة؟ تفضل شيخنا يقول هل تعترف بأن الرواية صحيحة؟ نعم، على مباني أهل السنة والجماعة رواية صحيحة. يلا جاوب. جميل. أعطني رواية صحيحة بسند صحيح أمام الجمهور الآن يا أهل السنة والجماعة. اسمعوني شيخ أحمد، أعطني رواية بسند صحيح من بطون كتبك بحرق عمر ببيت فاطمة الزهراء وإنزال الجنينان المعتم. طيب هو إلزام لكم. بدي أسوي مثل حاج وعد. الدليل. طيب يعني أنت الآن سلمت لنا وتريد تتكي على كتب. سلمت لك ونقطة. أعطيني نقطة الآن. يعني لحظة أوقف. تعترف أن عمر هدد بإحراق بيت الزهراء سلام الله عز وجل. سلمت لك بأنها ما في سلمت. أنا اسمع صحيحة بسند صحيح من بطون كتبك بأنه أحرق الدار. ماشي. الآن الأخوة يظهرون لك رواية الطبري في دلائل صحيح. بابا تعطيني مجال أنا أحفظ. الآن سوف يأتون لك برواية الطبري الشيعي في كتاب دلائل الإمامة، ويعطونك الرواية ملوز ومعدل. واصبر زين، اصبر الآن خلاص. هذا أول واحد إخواني على صفحة سلم. سمعتوا يا إخوان؟ هذا شيخكم أبو السلطان المكرم اعترف أن عمر هو الذي هدد بيت الزهراء عليه السلام ورفع الراية البيضاء. الحمد لله وشكرا. هذا أول واحد خلوه عليه. أعطوني الدليل. إن شاء الله أبقى الآن. طيب تفضل أخونا من أظن أبو حمد أو حمد